السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى تكونوا بخير. في هذا الفيديو بغيت نهضر على حاجة وحدة وكما شفتي في العنوان، واش عندك حرقة على راسك؟ حيت بغيت نهضر معاكي على الغيرة. على من؟ على راسك انت يا مدام وانت سيدي، حيت الحويجات اللي غادي نهضروا عليهم هما خطيرين بزاف. حيت هذاك الجسم اللي هو صابر عليك، اسمع، الجسم انا ما نكرهش الناس اللي كيتفرجوا فيا، راه بالاكثريه كيديروا لا بريز دو نوت. الا كان 40 كيتفرج 10 كيديروا لا بريز دو نوت، كتكتب كتعقل. دونك الا قدرتي سير دير بوز وكتب، لعلها تكون صدقه جاريه علينا وعليك تستافد، ولعل تقول لواحد اخر حتى هو يستافد، ولا تصيفط لي هذا الفيديو لعل تعتقوا من شي حاجه. الجسم ديالك اللي هو صابر معك وتيمشي معك الاداره، تيمشي ديك الخدمه، كيصبر معك انك بغيتي تمشي لواحد البلاصه بتسافر، عيطوا عليك باش تمشي لواحد الكنازه، هو داك لهاديك الكنازه وانت وقفتي باش انه تمشي وتفرح في واحد البلاصه، سينما، بيسين، بحر، داك. ولكن هاد الجسم شنو كتعطيه؟ حيت كاينين واحد المعايير عندنا، كتسمع مزيان. عافاك الورقان بالنسبه للناس اللي كيقيدوا، كتب الجسم، انا جسمي انا، والعنوان هو الغيره عليا، انا غيرتي عليا. حيت الا ما كانش الغيره عليك ما يمكنش تغير على واحد اخر. نبداو بريوسنا بعدا، خصني نبدا براسي وانا غادي نمشي انا دقه دقه ان شاء الله. اول نقطه، شنو عايش فيك داخل؟ الروح. الروح شنو كتحتاج؟ الروح اللي شكون زرعها فينا؟ الله. شنو كتحتاج الروح؟ ما عرفتش، ما كتحسش بها، فيها الجوع لا، ولكن قرا العلم. انا فين كنقول لك قرا على دينك، اسمع، كتب معايا، قرا على دينك، قرا تعلم حوايج جداد على الدين الاسلامي. شنو هو الدين؟ امتى بدا؟ شكون هو الرسول عليه الصلاه والسلام؟ علاش خصنا نحبوا الله عند الرسول، عند والدينا، عند ولادنا، عيالاتنا، الى غير ذلك. قرا سيت. دونك هاد الروح اللي فينا لداخل شنو بغات؟ شنو محتاجه؟ شنو محتاجه هاد الروح؟ محتاجه حويجات باش تفطر، باش تغدى، وباش تعشى. وحتى هي كتبغي شي حاجه تاكلها مره. اولا الصلاه، ثانيا الاذكار، ثالثا قراءه القران، ورابعا ملي كتفرح هذيك الروح باش كتجلس هي بينك وبين راسك، كتبقى تحمد الله وتشكروه وتهضر على النعم اللي فيك الى غير ذلك. واش عمرك جلستي وقلتي الحمد لله على نعمه السنان؟ واحد اخر راه فمو مسكين كله مهرس. عمرك جلستي وقلتي الحمد لله تنشم ودوزت علينا كورونا وما تعلمناش منها؟ الحمد لله على نعمه الهضم، واحد اخر راه كياكل وعنده واحد البوشيطه هنايا الا فايت لك شفتيه. دونك غندوزو هادشي كامل وكتبتي معايا. ما كتبتيش دير بوز ورجع وكتب كل نقطه بوحدها. اشنو خاصك تقرا؟ بالنسبه لشنو خاصك تقرا، وكذلك كتقرا على الاصل ديالك، كنيتك منين جات. لا مع سول العائله ديالك، اي واحد في العائله ديالك الكبار، سول الصغير ويوجهك للكبير. خص عارف راسك شكون انت. جدودنا تيقولوا الا ما عرفتيش راسك فين غادي، عارف بعدا غير منين جاي، وديك الساعه غتعرف الطريق فين غاديه. دونك شكون انت؟ شنو هي الكنيه ديالك؟ هذه الكنيه ديالك علاش كتعبر ومنين جيتي؟ خليني من الزاديت هنا. اما بعد قرا على البلاد اللي انت فيها. حشومه تكون عايش في واحد البلاد ما عرفتيش التاريخ ديالها، شنو هي العاصمه الاولى ديالها الى غير ذلك. قرا على المدينه اللي عايش فيها والمدينه اللي تزاديتي فيها، التاريخ ديالهم مهم. هادشي راه كتعمر. اول ايه نزلت في القران هي اقرا، يعني علم راسك وقرا وزيد لقدام. اوكي، ملي كنفوتوا هادشي لاش كنوصلوا ليك، والغيره اللي عندك نتايا على راسك، الغيره اللي عندك على راسك واللي غتخليك تزيد هي انه هاد الجسم اللي عندك انت مسؤول عليه. باش السؤال ماشي هو واش عندك الطاقه دابا، السؤال هو واش غتكون عندك الطاقه فاش غتكون عندك 80 سنه 85 سنه. هذا هو السؤال. واش غتكون انت بحال الناس اللي كيمشيو لاصال عنده 70 سنه و80 سنه وتيمشي وتيطلع في الجبال وكيتقاتل وكيمشي يدور ويسافر، او لا من الناس اللي جالسين في الفراش بحال هكا. تخيل معايا انت في الفراش، غير تخيلها، غير تصورها انت في الفراش 24 ساعه على 24 ساعه، وانت في واحد الماطله ناعس على واحد الفراش، وعاد كاينه ماطله واحده اخرى صغيره تسمى الماطله اونتي اسكار.
باش ما تحفرش وباش ما تزرقش وما تثقبش، حيت لا زرقتي تيخص داكشي يتكرط. سول على هادشي. الناس اللي في الدومين راه عارفين الدومين ديال الطب اون جينيرال، انفيرموري الى غير ذلك. فاش كطيب اللحم تيخصها تكرط تحيد الى غير ذلك. ولكن خاصك تفهمني اش بغيت نوصل لك، حيت هادشي خطير. تخيل معايا انت ناعس على واحد المطلع اونتي اسكار باش ما تطيبش، وداك المطلع اونتي اسكار عليه واحد لي زار اللي ما خصوش يتكمش وتيخصو يتسرح كل شويه. دونك انت اصلا خاص معاك شي حد. تخيل معايا 24 ساعه وانت تما، وتخيل معايا كدير لي كوش، وتخيل معايا كتسمع ديك الماكله كدير زور الموتور ديالها، حيت خصها تبقى منفوخه، وحده مبيسه وحده منفوخه، وحده مبيسه وحده منفوخه باش تهزك وما تطيبش. فما بالك الا كنتي معذب معاك ناس واحد اخرين من العائله ولا الناس اللي غتخلص باش يكونوا معاك. دونك باش تفادى هادشي، مازال ما وصلناش لهم كتاب. كاين وي متفق معاك، كاين اللي يقول لك كتاب عرفتي مكتب عليك شي حاجه والله واخا، ولكن عقلها وتوكل على الله. اسمح لي، كون انسان عامر بالطاقه الايجابيه وتقاتل في هذه الحياه ودير سبور وعطي ماكله زوينه وزيد لقدام. وإلا جات شي حاجه مكتبه ماشي مشكل ديك الساعات، ماشي ما دير والو. بحال الاكثريه ديال الناس اللي كيمرضوا، الاكثريه نقول لك 99% كيديروها بيديهم، وجي في الاخر وقول لا مكتب جات من عند الله مرحبا بها اكيد. لكن الدين ديالنا كيقول لك وتيوصيك على نفسك، وكاين الرياضه، وكاين الاكل الصحي، وكاين آداب الاكل الى غير ذلك. الالتزام في الصلاه شنو تيعلمك تنظم نهارك، اللي لا جيستيون دو طون بوحدها، يعني كيفيه تدبير الوقت. كتعلمك الالتزام تنظم نهارك، شنو غدير ما بين هنا وهنا. بالنسبه لا سيست اللي هي القيلوله، راه الا ما درتيهاش ما بين الظهر او العصر راه عقلك غادي ينوض كله تيضرك. وهذه علميا ما بين الظهر والعصر، الظهر والعصر تبدلوا لهم دائما الوقت، وهذاك الوقت بالضبط فين خاصك دير لا سيست، وما خصهاش تفوت ساعه الا ربع الى كثرت. كتكون فيها دائما ما بين 5 دقائق حتى ساعه الا ربع فين الجسم ويعاود يكمل معك. حيت الا ما عندكش الغيره على راسك ما غتنوضش تقلب على شنو خاصك تاكل. الا ما عندكش الغيره على راسك ما غتبقاش كتفرج في هذا الفيديو نيت. الا ما عندكش الغيره على راسك غتبقى انسان متفرج في هذه الحياه، وكيجيو عندك باف الازمات باف. ايوا علاش ما تكونش من النوع ديال الناس اللي شد حياته بين يديه وتيقلب على العلم وتيقلب يطور من راسو. في هذا الفيديو جيت بغيت نغزك على راسك ونجرك لعند راسك، حيت انت الاول خاصك تكون عندك الغيره على راسك. كان معك الكوتش بوزيدي، الله يستر الامور، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.